جدعان انا اول مره في حياتي اتعرض لكميه الهجوم دي. المفروض اني انا اللي بنتقد مش اللي الناس بتنتقده. كل اللي حصل ان الفيديو اللي نزل بتاع تحليل اغنيه احمد مكي الصوره المصغره بتاعته كانت كليك بيت، يعني عنوان لجذب المشاهد، وفجاه لقيت كل الكومنتات قلبت عليا، مع اني طول الفيديو بشكر في الكليب وبشكر في احمد مكي وما انتقدتش انتقاد واحد، ده مجرد كلمتين بس في الصوره. فالنهارده هنقرا كل الكومنتات دي مع بعض وهرد عليها، وفي اخر الفيديو هشرح لكم انا ليه عملت كده. اول كومنت من باهر غنيم بيقول لي بس يا بابا. انا يتقال لي بس يا بابا؟ ماشي يا عم بخ ماشي يا اسطى، انت مش تبقى مثير للجدل، كله كده هيدخل يشتم من غير ما يشوف. طب ليه الناس تدخل تشتم من غير ما تشوف؟ انا مش عارف. الناس المفروض تحكم على المحتوى كله، الصوره المصغره والفيديو كامل والاسلوب والمونتاج وكل حاجه. ليه انتوا بتحكموا على حاجه واحده بس؟ ده عمك مكي يالا. هو في يا جدعان انتوا هتكرهونا في الراجل كده؟ والله ماشي انا بحب احمد مكي برضه وما انتقدتهوش ولا انتقاد في الفيديو. انا بحس ان الناس كده تفتح الفيديو تكتب كومنت وتقفل الفيديو تاني. طب ليه؟ محمد احمد بيقول لي حمرا، هو يقصد ان زرار السبسكرايب احمر صح؟ فدي فرصه اقول لكم اللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل يدوس على زرار الاشتراك اللي لونه احمر زي ما محمد احمد بيقول لكم عشان نوصل 7000 مشترك. امال ليه كاتب اسوأ كليب؟ عشان تجيب فيوهات احلى ديسلايك علشان الغش والكذب. غش وكذب؟ انتوا خدتوا الموضوع في سكه تانية خالص، مش كده والله ده مجرد عنوان. احنا كيوتيوبرز بنعمل كده عشان نجذب بس المشاهد عشان يتفرج علينا. انت تشوف الفيديو وبعدين تحكم وتكتب كومنتات. مكي هو اللي مصوره التراكات اللي ضربت. انت بتقول ايه؟ هتقول لي انت لابس السماعه دي ليه وانت مش هتسمع حاجه في الفيديو؟ صدقني انا لو اعرف هقول لك، انا ذات نفسي مش عارف. صدقني انا لو اعرف اقول لك، انا ذات نفسي مش عارف. اقوى ديسلايك ودمك تقيل وكذاب. انا دم تقيل على اخر الزمن؟ انا يتقال لي دمك تقيل؟ لا احنا نقفلها ونروح نبقى جرجير بقى احسن. واقوى ديسلايك قال مش عايز اقول لك الديسلايك ده تحطه فين، لان اليوتيوب لغى الديسلايكات اصلا. مفيش حاجه اسمها ديسلايك، هو موجود وبتدوس عليه بس مش بيظهر العدد، وده الحمد لله يعني عشان توقعي ان الفيديو اللي فات ده جاب حوالي 3 4000 ديسلايك كده على الاقل يعني، فالحمد لله. شكرا يا عم يوتيوب. عبدو اسلام بيقول احسن كليب. اهي ناس بتكتب كومنتات اهي في منتهى الهدوء والروقان، مش بيشتموا. امال انتوا مالكم؟ بيتكلموا علينا والكلام بيرجع لنا تاني. معلش يا معلم بس عادي بقى، كله بالحب. بيكفيك انه الكاتب والممثل والمغني والمخرج، وهو من انشأ فكرة مسلسل الكبير الذي هو الان من 7 مواسم، وهو من تربينا عليه. ومش عشان انت تكسب وتجيب مشاهدات تتريق عليه. شوف الاجانب بيمدحوا فيه ازاي. انا اتريقت عليه امتى؟ ده اكبر دليل ان هو ما شافش 10 ثواني من الفيديو. انا حرفيا طول الفيديو ما اتريقتش على ولا حاجة، طول الفيديو كنت بضحك وبقول الحقيقة اللي انا شايفها. لو في انتقاد هنتقد مش هخاف، بس انا ما انتقدتش. المضحك في الموضوع ان في ناس كتير قوي انتقدتها في الفيديوهات بتاعتي، كنت بلاقي الناس بتشكر فيا عادي. وفي اليوم اللي ما انتقدش خالص، فيديو كامل بدون انتقاد، اتهاجم الهجوم ده كله بسبب الصوره المصغره. ما انا عاوز ارتاح، انا تعبان، انا مجنون، انا عاوز ارتاح ده. كاتب عنوان احتيالي وتكذب متعمد على الناس على شويه مشاهدات وكام لايك وكومنت، مش مسامحك وابلع ديسلايك. ايه يا صاحبي في ايه؟ انت واخد الموضوع على صدرك كده ليه يعني؟ في حد هنا محترم ذوق راقي جميل فشيخ جامد فشخ حد بيفهم؟ الراجل المحترم الذوق الكمل رد عليه وقال له فين المحتوى الاحتيالي؟ قل خيرا او اصمت. وبعدين هو بكيفه يسوي اللي يبيه. مسوي نفسك انت ها؟ كل اليوتيوبرز يزووا زي كده. جيت عليه؟ والله العظيم جايين عليا وربنا جايين عليا جامد. بعدين صاحب الكومنت رد وقال كاتب على الصوره اسوأ كليب ومصور نفسه وهو منجرف، ولما فتحنا الفيديو طلع كذاب ويقول ان الكليب قوي وعجبه. هذا احتيال او لا؟ راح الشخص المحترم الجميل الكمل الراقي الفشيخ رد عليه وقال له مالك داخل انت؟ بكيفه هو. ايوه بكيفي انا اسوي ما ابغى، ما حد له شيء عندي. كفايه اسفاف، معلش انا اسف. ناس الخلايجه والله العظيم على دماغي من فوق، اسف ان انا شوهت اللهجه. مصطفى رضا بقى الناقد المحلل الفني السينمائي بيقول ايه؟ مش كل من هب ودب بيعمل رياكت. اولا دمك تقيل ومفيش حضور ولا كاريزما. انا ما عنديش كاريزما، انا ما عنديش حضور، انا دمي تقيل وضحك اوفر. انا اول مره اشوفك واتمنى لو شفتك مره تانية تكون حاول تتدرب. شوف الناس اللي بتعمل رياكت وتحليل كتير، ما تزعلش من كلامي وانت اخويا وعايز اشوفك
افضل، كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. هو انت خليت فيها اخ؟ خليت فيها رمضان اصلا؟ هو بيقول لي روح اتدرب وانا بقالي 3 سنين بعمل فيديوهات. ماشي هروح اتدرب حاضر. خالد فلكسو بيقول ما تنطق يا ابني، فين المحتوى؟ راح بقى ايه نفس الشخص الجميل المحترم الكمل الراقي الهادي الفشيخ رد عليه وقال له قدامك المحتوى، مش فاهمه ليه كلكم قلبتوا عليه. والله العظيم انا برضه مش فاهم ليه كلكم قلبتوا عليا، انا غلبان وربنا مش عارف. انا في فيديوهات كتير اتهاجمت فيها بس مش ده الفيديو ده خالص. امال ما تشوفوا بقى ان لما يجي رمضان الفيديوهات بتاعت المسلسلات اللي هعملها والعنوان بتاعها، لا خلوا الحوار ده بيني وبينكم عشان الناس الجداد ما يلغوش السبسكرايب. يا اسطى مش حلو اللي انت عملته خالص، خلي بالك ربنا يوفقك على كل حال، ولكن بلاش محتوى مضلل. اليوتيوب هيحطك في دماغه. اليوتيوب يحطني في دماغه؟ لا يا صاحبي ما تقلقش، انا اليوتيوب صح، انا واليوتيوب صحاب اصلا من زمان. ومش عشان تكبر على حس حاجه تقل منها بره عشان الناس تخش، لانك مش هتستفاد حاجه لو دخلت عشان اشتمك بس. وكل سنه وانت طيب. طب ما في ناس اهي بتنتقد بكل ذوق وادب واحترام، ليه مش كل الناس تبقى كده؟ مع ان الحوار ده بيتعمل في اليوتيوب كتير، يعني مش انا اول واحد في الحياه اعمله. فكره الكليك بيت بيستخدموا اليوتيوبرز يعني الصغيرين اللي مش مشهورين قوي علشان يجذبوا الناس تخش، وبالذات بتوع محتوى الرياكت، لان جمهور الرياكت متجدد يعني مش جمهور مستمر. يعني انا مثلا متابع لمحتوى رياكت، اكيد مش هشوف كل فيديوهات اليوتيوبر اللي انا اشتركت عنده، اكيد هشوف له فيديو واثنين والثالث والعاشر وبعدين هزهق منه بقى. فاليوتيوبر ده مجبر ان هو يشد متابعين جداد، يركز على الترندات، على العناوين، على الصوره مصغره خاصه علشان يجيب جمهور جديد غير اللي نام ده اللي مبقاش يتفرج عليه، الا وان حالنا هيقف. ايوه انا يعني معترف ان انا زودتها المره دي، خاصه ان عملت عكس اللي انا قلته في الفيديو، بس ده يعني ما اقصدش بيه حاجه ولا اقصد ان انا اقلل من الممثل. كنت متوقع ان هيحصل هجوم في الكومنتات بس مش بالشكل ده، وده كان ردي على انا ليه عملت الكليك بيت ده او العنوان بتاع جذب المشاهدين. وصلنا نهايه الفيديو النهارده. طبعا اي يوتيوبر في الحياه معرض ان هو يحصل له كده واكتر، انا مش اول ولا اخر واحد، ولكن عامه على اي حال اتمنى اكون وضحت في الفيديو ده انا كان هدفي ايه من الحوار. فبس لو انتوا عايزين تشوفوني مره تانية وعايزين تشوفوا لي فيديوهات تانية كتير، اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل الاشعارات بتاعه الفيديوهات، وكمان توصلوني 7000 بقى. خلاص هي ايه زقه بسيطه كده وهنوصل. توصلوني قبل رمضان بقى وقولوا لي كل سنه وانت طيب. ده هيكون اخر فيديو هينزل قبل رمضان، وبعد كده هنستعد للفيديوهات الرمضانيه الفشيخه، في افكار كتير باذن الله هتنزل، ويعني ان شاء الله خير. وبس اشوفكم في الفيديوهات الجايه، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو ده. ترحم دين امي، ترحم ميتين اللي خلفوا ابويا وابوها، عشان مصر مش هتقف على جزن اسواد. لاننا لا نخشى الا الله يا اولاد انت نموذج حقير، انت مش انسان، انت ما عندكش اي ضمير.